ازيكم؟ لو اول مره تشوفوني، انا فاطمه ودي قناتي كف فاطمه. اهلا بيكم. يلا بينا نشوف مع بعض على طول الكف النهارده هيعلمنا ايه. في فيديو النهارده هنتعلم مع بعض اساسيات الكروشيه. يعني هنتعلم ازاي نعمل عقده بدايه وسلسله، وايه اللي احنا محتاجينه في البدايه خالص. واحنا بنبتدي احنا محتاجين خيط وابره والصبر، ان احنا يكون عندنا قابليه ان احنا نتعلم ونغلط ونفك مليون مره، مفيش اي مشكله. نيجي بقى للخيط. الخيط يفضل في البدايه ان احنا نستخدم خيط تخين. الخيط ده انا عارفه ان هو سمكه متوسط، ولكن انا بنصح في البدايه ان احنا نستخدم خيط تخين. وهنا الورقه دي مهمه قوي، هنا مكتوب وزنه قد ايه، نوعه ايه، ودي معلومات مهمة نعرفها. الأهم بقى هي الجزء التاني من الورقة، وهنا بيبقى مكتوب نستخدم إبرة كام لو هنشتغل تريكو أو كروشيه. مكتوب اهو رقم إبرة للكروشيه 4، وللتريكو 5 أو 6. بيبقى مكتوب يتغلي على درجة حرارة كام، يتكوي ولا لأ. علشان كده مهم قوي إن احنا نعرف المعلومات دي، علشان بيترتب على أساسها حاجات كتير. ويلا بينا نشوف ازاي بنعمل عقدة بداية. أول حاجة احنا عندنا جزء طويل من الخيط اللي هو الجزء المتصل بالشلة، والجزء اللي هو بداية الخيط اللي هو ده. هنخلي بداية الخيط على ايدينا، هنحطه على صابعنا الاتنين دول بالشكل ده، وهثبته بصبعي الكبير كده. يبقى انا الجزء القصير ثابت تحت صبعي الكبير، والجزء الطويل هو اللي انا بلفه بالشكل ده. المهم قوي عندنا هنا حرف الاكس ده. حرف الاكس ده لازم يبقى معمول من جوه. لو اتعمل عكس كده او ما خليتوش يبقى فيه حرف الاكس ده، هتلاقي ان الخيط ما طلعش معاكي حاجه في النهايه. نعملها تاني مع بعض. الخيط القصير حطيته على صابع الاتنين كده، ومسكته بصبعي الكبير، ومن قدام عندنا حرف الاكس اهو. حرف الاكس ده ضروري جدا يا جماعه. نيجي من الظهر ندخل الابره من تحت اول فتله عندنا، وناخد الفتله التانية بالشكل ده اهو. نطلع صابعنا ونشد الخيط. اتعملت معانا عقده البدايه اهي. عقده البدايه سهله جدا. يلا نجرب مره كمان مع بعض. الخيط القصير على صابعنا الاتنين بالشكل ده كده، وصبعي الكبير ماسكهم. تمام. هنلف الخيط كده ونعمل الاكس. الاكس مهمه قوي يا جماعه. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده. حرف الاكس اتكون معايا اهو. تمام. اقوم لفه صوابعي ومدخله الخيط من تحت اول فتله، هاخد تاني فتله وهطلع صوابعي من الدايره دي واقوم شاده الخيط. اتكونت معايا اهي. احنا مفيش اي مشكله ان احنا نقعد نجربها في البيت مره واتنين وتلاته واربعه، عادي جدا لحد ما نتعود. نيجي بقى اللي بمسك الخيط ازاي. تمام. في الاول خالص في البدايه انا بمسك الخيط الطويل اللي هو الخيط المتصل بالشله بصوابع الاتنين اللي تحت كده. تمام. طيب ليه مثلا ما تمسكوش كده؟ لو مسكتيه كده هتلاقي نفسك مش عارفه تتحكمي في الخيط، فعلشان كده بمسك الخيط الطويل بالصوابع الاتنين اللي تحت. تمام كده اهو. والخيط بخليه على صبعي اللي هو ده. تمام. الصبع اللي فيه الخاتم ده. تمام. بخلي عليه الخيط ليه؟ عشان يبقى الشله بتتحرك معايا على طول. وصابعيني الاتنين دول بمسك بيهم الشغل نفسه. هما ده اللي بيبقوا مثبتين لي الشغل، ما يخليش الحته اللي تحت تفضل طالعه ونازله معايا. تمام. يبقى الصابعين اللي تحت ماسكين الخيط، الصابع اللي فيه الخاتم ماسك الخيط لفوق عشان ما يبقاش الشغل مشدود معايا، يخلي الخيط بيجيلي بسلاسه. والصابعين دول انا ماسكه بيهم الخيط نفسه مكان ما انا هشتغل. وهنشوف دلوقتي ازاي الصابعين دول بيتحركوا معايا. يعني الصابعين دول بيمسكوا الشغل عموما مش بس في البدايه. تمام. طيب ازاي بعمل سلسله؟ بصوا دلوقتي الابره قدام الخيط، يعني الخيط ورا الابره. تمام. الخيط بيلف، الابره قصدي بتلف بالشكل ده اهي. الابره اهي، الابره بتلف تاخد الخيط وتطلع من الفتحه. تاني، الابره قدام الخيط. تمام. الخيط ثابت، الابره هي اللي بتلف. تمام. الابره هتلف تاخد الخيط وتطلع من الفتحه. بعدين لما نشتغل واحنا قدام ممكن نحرك الخيط، بس لما نبقى متقدمين شويه. تمام. يبقى كده بنلف الابره قدام الخيط، الابره بتلف تاخد الخيط من ورا. تمام. اهو تاني نجربها مع بعض. الابره هتلف تاخد الخيط وتطلع من الفتحه. تاني، الابره هتلف تاخد الخيط وتطلع من الفتحه. يبقى الابره قدام الخيط، الابره هي اللي في الوش. تمام. الخيط ورا بالشكل ده. مفيش اي مشكله ان احنا نقعد كذا يوم حتى بنتعلم السلسله، وده حصل معايا انا في البدايه كمان. انا قعدت كذا يوم بعمل سلاسل بس وبتعلمها، مفيش اي مشكله. يلا نجرب مع بعض تاني. الابره قدام الخيط هتلف تاخد الخيط وتطلع. ما نبقى شغالين بسرعه هتبقى بالشكل ده، بسرعه شويه يعني. الابره اهي
هتلف تاخد الخيط وتطلع من الفتحة، هتلف تاخد الخيط وتطلع من الفتحة. تمام بالشكل ده، وده شكل السلاسل معانا. طيب لو عايزين نعد السلاسل بنعدها ازاي؟ وده سؤال مهم جدا. غرزة السلسلة متكونة معايا من الوش من حاجتين. اول حاجة اللي هي بتبقى على شكل حرف الفي دي، اول حاجة بيبقى حاجة اسمها اللفة الامامية اللي هي بتبقى في وشي اهي، اللي هي بتبقى ناحيتي انا، واللفة الخلفية اللي هي بتبقى الناحية التانية. يعني لو حرف في كده، الحتة اللي ناحيتي او العمود اللي ناحيتي من حرف الفي هو ده اسمها اللفة الامامية، والعمود اللي الناحية التانية اسمها اللفة الخلفية. طيب من الظهر بيبقى فيه حلقات، الحلقات اللي في الظهر دي اوقات بنشتغل عليها وممكن برضو نعد منها. طب لو عايزة اعد بعد ازاي؟ يا اما تعديها بحرف الفي، يعني مثلا حرف في اهو، التاني اهو، التالت اهو ورا بعض، يا اما نعدها من الظهر، من الحلقات اللي في الظهر بالشكل ده، 1 2 3 4 لحد ما نوصل للنهاية. يبقى انا ممكن اعدها من قدام وممكن اعدها من ورا، ممكن اعدها من الجنب يعني من حرف واحد بس، ممكن اعدها من اللفة الامامية بس مش من اللفة الخلفية بالشكل ده. هو يعني مثلا كده لو قربنا شوية على الكاميرا هنلاقي ان هي عبارة عن حرف في فوق بعضه. وهعلم لكم برضو في اخر الفيديو على ايه المقصود باللفة الامامية واللفة الخلفية، وبيبقى شكلها مكتوب ايه في الباترون كمان، يعني بيبقى شكلها عامل ازاي، بتبقى مكتوبة ازاي. تمام. غرزة السلسلة دي هي الغرزة الأساسية معانا اللي بنعملها علشان نقدر نرتفع لأي شغل. يعني أي شغل هنعمله في البداية بيبتدي بغرزة سلسلة دي كده كده معانا، يعني دي رقم واحد، واهم حاجه ان احنا نتدرب عليها كويس. وده كده شكلها في الباترون وبتبقى مكتوبه ازاي بالانجليش كمان. وكده نبقى خلصنا. لو الفيديو عجبك اكتبيلي في الكومنت ايه الغرزه اللي نفسك تتعلميها المره الجايه، وتسلم ايدكم مقدما.